الزمالك بيخسر وبيودع الكونفدرالية على يد فريق أول مرة نسمع عنه، وكأن الزمالك معود جمهوره خلاص إن أي فريق في أفريقيا لسه حديث النشأة بتاعته كده يقدر إن هو يفوز على الزمالك بسهولة خالص. فريق أول مرة نسمع عنه، فريق مش صن داون، فريق لسه حديث النشأة. أنت ما قدرتش أنت تفوز عليه هناك، وعملت نتيجة سلبيه معاه، وانا ما كنتش مرتاح للنتيجه، لان لعيبه الزمالك بتستسهل الماتش زي ما حصل النهارده كده. ومحدش يا جماعه يقول كل اللي حصل وكل اللي شفناه النهارده بسبب موضوع زيزو. اللي انت شفته النهارده ده والاداء اللي انت شفته النهارده ده امكانيات لعيبتك. انت ما عندكش اجنحه. انت النهارده فتوح بيلعب جناح يمين، انت عندك مصطفى شلبي ضايع، لعيب ضايع، لعيب ما عندوش امكانيات. يعني انا شايف النهارده اللي حصل في الماتش ده فضيحه. فريق النهارده ما راحش عليك غير كرة واحده بس وجت جون. يعني حاجه تخنق اما اشوف لعيبه ما عندهاش دم، وما عندهاش احساس بالمسؤوليه، وما عندهاش احساس بالجمهور اللي بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه. منظر اللي احنا شفناه ده بجد انتوا بتضيعوا هويه الزمالك. ومحدش يا جماعه يفكر في الدوري واللي انت هتقدر ان انت تاخد مركز تاني والكلام ده. انت نفس الاداء اللي انت شفته ده هو اللي هتشوفه في الدوري. انا شايف ان الاداره عندنا لازم تستقيل.